اهلا وسهلا. نتعرف حضرتك؟ صافي محمد الشريف. احلى صافي. صافي الصحفي محمد. صحفي. اهلا وسهلا. اهلا محمد. محمد، عارف ايش موقفك؟ لا طبعا. ولا انا. تفضل يا محمد، قول لي ايش رايك في هذه الورقه وايش بتشوف فيها؟ اها هذا طبعا عالم ليبيا، اراضي الليبيه. ايش بتعرف عن ليبيا محمد؟ دولة ليبيا دائما كانت الدولة الشقيقة لفلسطين أول شيء. من أيام ما وقع رئيسنا الراحل ياسر عرفات سقطت طائرته في قلب ليبيا ووقفوا جنبه. طبعا دائما ليبيا كانت تقف جنب الشعب الفلسطيني. الشعب الليبي خرج كثير من المدرسين الفلسطينيين في قلب الأراضي الليبية ودرسوا غير. الثقافة الليبية يعني أكثر من إيش ساهموا فيها الفلسطينيين، من الدراسة للعلم بناء معهم بدولتهم. طب حلو، هذا يا محمد ليبيا. طب ايش رايك في شعب ليبيا؟ الشعب الليبي شعب محترم، شعب مثقف، شعب ناضل من أجل حريته. خسر كثير من أجل حريته. طب صلى على رسول الله محمد. طبعا الدنيا انت شايف عامله قلق والامور مش تمام. ايش رايك يا محمد تكفت هذه الولعه مقابل ان تشيع هذه الولعه تربح $100 معها؟ شيعها واستلم $100 كافة على الدار يعدي الشارع. ايش يعني بالضبط؟ احرق العلم مثلا؟ احرق العلم. هذا طبعا شيء مرفوض، ما مستحيل. $100 بنقول لك وانت الكسبان، سيبنا من المرفوض ومقبول. لو آلاف الدولارات ما بيجوزش نحرق علمهم، لانه اولا حتى لو انه في مشاكل داخليه بنضلنا نحب الشعب الليبي، بنضلنا دائما واقفين معهم، دائما بالقلب والداع. الشعب دائما، كل الشعوب بتعاني مشاكل الدول، يعني الشعوب دائما مضطهده. بالعكس لو واحد ليبي الان قلت له الشعب الفلسطيني محتاجك، بتلاقيه اجاك لحد الاراضي الفلسطينيه يقاوم ويقف جنب اهله في فلسطين. بالعكس لو واحد ليبي الان قلت له الشعب الفلسطيني محتاجك، بتلاقيه اجاك لحد الاراضي الفلسطينيه يقاوم ويقف جنب اهله. أزهر محمد، انت مجرم يا محمد. فمن الصعب ان احنا نحرق علمهم باقل شيء هيك. يعني كل ما للدنيا ما بيساوي المحبه بين الشعبين. والله وانت على راسك. انت دير بالك قدوه لشعب فلسطين. حبيبي محمد، هذه محمد تجربه اجتماعيه. ايش بتحب تقدم لي كلام خفيف ونظيف ولذيذ للشعب الليبي؟ طبعا بنقول لهم ان احنا في الشعب الفلسطيني دائما معكم، كما عودناكم عبر مرور الزمن ان احنا اجينا عندكم كمدرسين، كمثقفين، كصحفيين، كما استضفتونا في بلادكم واحترمتونا. بتبقوا انتم بلادنا وبتبقوا انتم احبابنا، والوطن العربي كله مهما صار في نزاعات ومهما رؤساء الدول خربطوا في ناحيه الثقافه ومن ناحيه الدين ومن ناحيه الامورات، لكن نضلنا شعب واحد، شعب عربي، لحمه واحده، جسد واحد، وعمره الدم ما بيصير ميه. اي كلام منطقي. مرحبا. اهلين. تعرف حضرتك؟ محمد يونس. اهلا محمد. محمد ليش طويل كل قد انت؟ باكل مغيط كثير زي. لا بدي اقص لك رجليك يا راجل. لا خلص 100% هيك. طيب. محمد عارف ايش موقفك انا؟ ليش؟ ايش رايك في هذه الورقه محمد؟ علم ايش ليبيا. الالوان هذه؟ ليبيا؟ علم ليبيا يعني. طيب ايش بتعرف عن ليبيا محمد؟ المختصر اللي بدي احكيه انه كل احترام والتقدير لشعبنا. طبعا الشعب الليبي يعني شعب صراحه يستحق كل الاحترام والتقدير وبجد يعني بيساند للشعب الفلسطيني، وفي محبه بينه وبين الشعب الفلسطيني، وفي علاقات يعني وديه ومنيحه بيناتهم. كل احترام والتقدير لهم. حلو، انت اختصرت كل شيء. طبعا. محمد خذ، انا بدي اعرض عليك تشيع هذه الورقه. شد ايدك بس، تخجلش بس زي اخوك. وقفت منا $100. مقابل ايش؟ تحرق الورقه. $100 مقابل احرق الورقه؟ بتزغلش عليك. والله بدي اقول لك شغله. قول لي. الدول تمام او الدوله هذه بتنشبش في المصاري، الدوله هذه بتنشبش في المصاري. وال$100 مش هتغنيني ولا هتجيب لي سيارات ولا فيلل ولا شيء. اي لك $1000 يا محمد، شيع الورقه ولقيت تروح معي. ولا 2000. المال بيجي ربنا اللي بيرزق وربنا اللي بيبعت. عشان هيك بقول لك امسك قداحتك، امسك قداحتك تمام، وحط هذا العلم حتى ما تسكبوش، حتى خليك ماسكه هيك، ولما تشوف هذا العالم افتخر فيه. فقصة الحرق هذه صعبة شوية، لأن هذا شعب بيستحق كل احترام والتقدير. مرحبا. مراحب. تعرف حضرتك؟ عدي القطراوي. احلى عدي. عدي عارف ايش موقفك انا؟ لا. ولا انا. اسمع، ايش رايك في هذه الورقة؟ قول لي شو بتعرف عنها، ايش شايف عنها؟ ليبيا. حلوين. ايش هي ليبيا؟ ليبيا يعني الثورة. ايش طب علاقتها في فلسطين؟ ايش علاقتها فينا؟ ايش بيعرفوا عنها؟ والله يصلي على النبي. الصلاة والسلام. انت لما بدك تحكي عن الحكام هذا اشي. لا سيبنا من الحكام. انا انت بدي بتحكي مع الشعب. شعب. ايوه بدي الشعب. الشعب عظيم
الشعب عظيم. تمام. وكل شعب عربي هذا عظيم. فبغض النظر عن اي دولة، كل هيتنا وطن عربي. كل هيتنا وطن عربي. طب اسمع على عودي، شيع الورقة، اكفت الولع بس، واربح معانا $100. اكفتها وضلك مروع على الدار من دون ما حد يشوفك. هذا قد حتلزمني. طب استنى شوي، استنى شوي. انت ما فيها مخسر من لقيت. بقول لك $100 يا راجل. يا زلمه حط $100 في جيبك. طيب $1000. حطهم في جيبك. معي مصاري. يا رجل ورقة بنتدافى فيها في هالشتاء. الدافع فيها الا حالها. هذا غلط انت بتعمله اصلا. طب ايش الصح؟ هذا غلط انت بتعمله. طب ايش الصح؟ هذا غلط. اوكي ايش الصح؟ عارف الصح وانا عارف الصح. طب ايش الصح فهمني؟ يبقى انا جاي من اسرائيل ففهمني ايش الصح؟ جاي من اسرائيل؟ وعيني. بديش اوعي. طب صلى على رسول الله، هذه تجربة اجتماعية. يا اقسم بالله. حياك الله يا عمي. هذه تجربة اجتماعية، ايش بتحب تقدم لي؟ كلام خفيف ونظيف للشعب الليبي. والله يا حبايبنا وكل الاحترام للشعب الليبي ولكل الشعوب العربية، مش الشعب الليبي لحاله. كل حب الاحترام لك يا